السلام عليكم حبيبة القلب، نتمنى ان شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم راح نديروا طلبية تاع قريوش تاع 50 حبة. جاتني طلبية تاع 50، ولكن راح نشارك معاكم كمية 1 كيلوغرام من الفارينة. اليوم نعرفوا شحال نستحقوا لها سمن، وش راح نضيفوا لها كإضافات، وشحال راح تخرج لنا من حبة. والاهم من ذلك راح نخدموها في البيترا. دونك نتوما تقدروا تستعملوا يديكم عادي، طريقه العجن عاديه. عندي عده فيديوهات للقريوش، حاجه ما راهي صعيبه. دونك نروحوا نديروا جيم كومونتير حلو كيما نتوما، ويلا نشوفوا طريقه التحضير والمقادير مع بعض. اول حاجه البنات نقولوا بسم الله. نجيبوا البول تاعنا، راح نحطوا فيه 4 كيلات تاع فرينه. كل كيله توزن 250 غرام، كل كيله توزن 250 غرام. دونك هكذا غالياتي، نتوما توزنوا ولا تكيلوا كيما تحبوا. من بعد عندي كيس خميره كيميائيه، راح نحط 1 كيس خميره كيميائيه في 1 كيلوغرام من الفارينه. هكذا غالياتي. راح نحط كمية من الملح، تقريبا نصف ملعقة كبيرة. وراح نحط غالياتي لافاني، درت ملعقة لبس بها، ودرت ملعقة صغيرة تاع قهوة خميرة الخبز. هادو المكونات الجافة نخلطوهم جيدا كما راكم تشوفوا قبل ما نحطوهم يعني في هكذا. من بعد هنا وزنت السمن تاعي اللي كان 250 غرام. دونك 250 غرام تاع سمن يكون دايب وبارد. ونروح مباشرة نحضر كذلك السوائل اللي راح نلم بهم لاباط تاعي. اول حاجة حبة تاع بيض، وراح نزيد نكملها بماء الزهر. ندير نص ما زهر ونص تاع الماء. هكذا غالياتي، نص ما زهر ونص تاع الماء، ونخليه على جانب. نتوما ماذا بكم قبل ما ديروا الماء ضربوا الحبة تاع البيض جيدا، ومن بعد ضيفوا الماء وخلوه دو كوتي. وهنايا نبدا نشعل البيتران تاعي. اول حاجه غلطت باش ندير لاباليت، درت لي كروشي. من بعد جبت لاباليت البنات. نلموا اكيد العجينه نتاعنا في بدايه الامر بلا باليت ولا بالكا كيما تعيطوا لها هكذا. ومن بعد نحيتها درت لي كروشي، وراح نبدا نضيف في السوائل. يعني كي تكون فرينه برك مع السمن باش تتخلط مليح لازم لاباليت. من بعد وليت نضيف في البول تاعي اللي كان نص تاع الماء ونص تاع ما زهر وفيه حبه تاع البيض. من بعد كي بقات الحبه تاع البيض مع شويه سوائل ضربتهم بيان وضفتهم للخليط. هكذا غالياتي. زدت خليتها تتعجن شويه. كيما على بالكم القريوش يتعجن مليح، نتوما ديروا هاد الخطوات بيديكم. انا كيلو تاع فرينه اليوم عجزت عليه لانه يعني اعزكم الله عندي صباعين جرح وراهو في حاله شويه. الوغ ما قدرتش يعني ندلك بزوج يدين كما راكم تشوفوا غالياتي. دلكت بالعجانه. من بعد ما عجنته لي حوالي واحد ال5 دقائق نحيته وقسمته الى 4 اقسام، كما تقدروا تقسموه الى 5 اقسام. نخلو العجينه تاعنا ترتاح. دونك العجينه تاعنا لازم ترتاح باش القريوش تاعنا يعني يعطينا الطوع ويتحل معنا كيما نحبو حنايا. كما راكم تشوفون نغطيوه بساشي هكذا ونخلوه يريح حوالي نصف ساعة، ساعة، 2 سوايع كيما يعني وقت ما عندكم الوقت. مباشرة جبت عجينة، يعني جبت بول وراح نحلها بهذه الطريقة. واكيد راح نستعين بالمايزينا ولا النشاء باش نورق العجينة الاولى. هكذا غالياتي نحلها على شكل مستطيل، نورقها هكذا بالنشاء وندير لها هاد اللفات اللي راهو كلش واضح على الفيديو، يعني كيما نديرو في لاباط فيتي ونديرو تور دوبلي. وهذه الطريقه تخلي القريوش تاعكم يجيكم فارغ من الداخل، يجي مورق بسم الله ما شاء الله، يعني ما يجيش معجن ولا مدكس. ومن بعد نضغط على العجينه هكا ونفتحها على شكل مستطيل. انا نحليتها غير شويه باش ما نتعبش مع هي 50 حبه. رحت مباشره حكمت العجينه تاعي وحليتها في آلة التوريق على رقم 3، يعني حليتها في 1 ومن بعد 3 لانه العجينه راهي طريه وراهي هايله. اللي ما عندهاش الماشينه تاع البقلاوه تروحي تحليها عادي بالحلال، حلي كملي هكا مستطيل مستطيل بالحلال حتى يرقق معك. ومن بعد خدمي القريوش تاعك. وديجاني درت لكم لا فيديو تاع القريوش بدون آلة توريق. من بعد غالياتي نقطع. درت هنا حبه كبيره وريتها لكم، درت فيها 18 تقطيعه، لكن الحبات اللي راهم جايين راح نديرهم كامل على رقم 12، يعني كل ما نقطع نحسب 1 2 3 حتى نلحق ل 12
ونحبس ونشكل القريوشات تاوعي هكذا كيما راكم تشوفوا. يعني الشريط العرض تاعو على حساب العرض تاع لا ماشين تاع البقلاوه، ونقطع 12 ونحبس، يعني في 12 نغلق ولا في 12 نقطع كامل، وراح يكون الشكل تاع المستطيل هذاك هو اللي راح نشكلوه حبه قريوش. راح ندير شريط طويل كامل، نحسب 12 ونقطع، نحسب 12 ونقطع حتى نكمل كامل الشريط هكذا غالياتي كيما راكم تشوفوا. وهنايا درت لكم بالعاني العرض تاعو، هنا كان الطول 15 ونص والعرض كان 14 هكذا غالياتي. وشكلت نغلق اللفة الأولى، من بعد اللفة الثانية ونحط اللفة الأولى، ومن بعد اللفة الثانية ونستف اللفة الأولى واللفة الثانية ونحط، ونفس الشيء مع باقي الحبات. ومن بعد نضغط على الأطراف ونروح للنص، دوك تشوفوا معايا للنص ونقلب. حاجة سهلة، وماذا بيكم هكاك تنفضوهم باش يتحلوا هكذا، ونضغط على الأطراف. كل حاجة راهي واضحة يا البنات. نزيد نفتح في النص ونغلق على الأطراف بهذيك الطريقة هكذاك، وكامل نكملوهم بنفس الطريقة. من بعد غالياتي في هذه الآونة، يعني نتوما ديروا ماذا بيكم عمروا سنيوات تاعكم، وكل ما تحطوا حبة غطوهم بالساشي، كي تعمري كامل سنيوة روحي تقلي، ولا ديري كامل 50 وبعدها روحي تقلي، لكن ما تحطيش حبه فوق حبه، تسد فيهم حبه قدام حبه وتغطيهم بالكيس بلاستيكي. ولازم تكون الزيت تاعنا من متوسطه الى هادئه، النار ما لازمش تكون سخونه بزاف. وهنا يا حبيباتي غير تحطوا الحبات، تجيبوا المغرفه ولا فرشيطه وخلخلوهم هكذا شويه باش هذوك الاشرطه يتحلوا يتنفخوا وتشكل الحبه تاع القريوش تشكل شابه. وما تنساوش ترميو عليها الزيت هكذا بالمغرفه باش يتنفخوا وما تبقاش هكذاك شغل ما ديجاجيش، لازم يديجاجيو بيان ويتنفخوا بيان ويعطونا شكل شباب. وعسوهم غير تشوفوهم بداو يحمروا من تحت، يعني بداو يولوا غاز، تقلبوهم وهي رايحه حتى تكملوا كامل الحبات. دونك راكم شفتوا كيلو تاع فرينه دانا 250 غرام سمن ولا مارغرين. دونك دانا باكي تاع خميره، دانا شويه تاع الملح، واكيد ملعقه صغيره تاع خميره الخبز، وخرج لنا 36 حبه 36 حبه تاع قريوش كيما راكم تشوفوا. وفي الاخير انا كنت زدت 4 كيسان تاع فرينه مع كيله ناقصه شويه تاع سمن، وضفت لها كامل باقي لي زانغريديون باش تحصلت على 50 حبه. دونك انا شاركت معكم 36، وانتم كي تحبوا تضاعفوا راكم تعرفوا المقادير. وفي الاخير نقول لكم لحقنا الى نهايه لا فيديو تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله تكون الوصفه فادتكم ولو بالقليل. الى فيديو اخر بحول الله. راني مازالي مع الطلبيات، غير نكمل ان شاء الله راح ندور كامل على طلباتكم، ونقول لكم ربي يعاونكم والسلام عليكم.